السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأفلامنجية في كل مكان، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة معانا أول حلقة من مسلسل مون نايت. المسلسل بيتكون من 6 حلقات، نزل منه حلقة الأولى النهاردة. الحلقة الأولى بصراحة كانت جميلة جدا ومشوقة جدا جدا، فمن غير كلام كتير كده يلا بينا نبدأ في الحلقة الأولى. Team at 17. Damn. المسلسل بيحكي عن قصة شخص عنده انفصام في الشخصية، والشخص ده اسمه ستيفن وشغال في متحف قديم فرعوني. المتحف ده في لندن. ستيفن شغال كاشير في المتحف ده او حاجة زي الكاشير كده بالظبط، لكن هو ما بيحبش الشغلانة دي، وبيحب ان هو يكون مرشد سياحي للسياح اللي بيجوا يتفرجوا على المتحف، وبيكون مهتم بالتاريخ جدا جدا والتاريخ الفرعوني القديم، وبيكون بيحب يعرف الناس التاريخ، وبيكون بيحب يتكلم مع الناس، خصوصا ان هو وحيد. ستيفن بيكون شغوف جدا جدا في الرواية والقصص المصرية القديمة. ده ملخص القصة اللي انا هتكلمكم فيها النهارده وقصة المسلسل. اول حاجة عجبتني في المسلسل ده هو الموسيقى التصويرية للمصري هشام نزيه. الموسيقى التصويرية كانت واخداك في حتة جميلة جدا. هشام نزيه كان عامل لك مخلوط كده او مزيج ما بين الموسيقى التصويرية المصرية بالاغاني المصرية القديمة، واغاني اجنبية مدخلك فيها شوية لمسات كده شرقية. يعني شوية في الموسيقى التصويرية تسمع السجات اللي هي الشيك الشيك والكلام ده، وشوية في الموسيقى التصويرية بتسمع شوية موسيقى اجنبية ومعاها موسيقى شرقية. يعني بصراحة الموسيقى التصويرية كانت من احسن الحاجات اللي مخلياني عايش في اجواء الحلقة. بجد شابوه هشام نزيه، شابوه ابن مصر. تاني ميزة في الحلقة هو الإخراج، والإخراج برضو إخراج مصري عن طريق المخرج محمد دياب. محمد دياب كان بيديك شوية كادرات يخليك أصلا قاعد مش مستوعب العظمة اللي بتحصل من الكادرات دي. يعني تكون المشهد شغال وأنت باصص في الكاميرا ومركز مع البطل ومركز مع اللي بيتكلم معاه، تلاقيه كان بيصور لك كل الحوار ده كله في مراية مثلا وانت مفكره في الحقيقه، او تلاقيه مثلا مصور لك في شويه ميه مدونه على الارض ومعمول لك الانعكاس بتاعهم، فده التصوير. وبتتفاجئ انت من كتر عظمه الكادرات اللي انت شايفها قدامك في الحلقه. بجد تاني مره شابوه محمد دياب، شابوه ولاد مصر والله. اما بقى بطل المسلسل هو استر اسحاق، اللي كان محسسني ان انا بتفرج على جوكر. بجد انفصام الشخصيه اللي عنده مخليني احساسي ان ده جوكر مارفل. اي نعم هو مش مديك نفس طبع الجوكر اللي احنا عارفينه، لكن ده بالنسبه لمارفل ده حاجه عظمه بجد. ستيفن ده زي ما انا قلت لك ان هو شغال في متحف وما بيحبش الشغلانه بتاعته، لكن بيحب ان هو يكون مرشد. هو بيحب يرشد الناس ويكلمهم في السياحه ويكلموا عن الاثار الفرعونيه والكلام ده كله. وسط احداث الحلقه بنلاقي ان ستيفن لقى في جيبه جعران فرعوني قديم اللي هو عامل زي الحشره. طبعا ستيفن لما بيجي ينام بسبب ان هو عنده انفصام في الشخصيه، فبيربط رجله في السرير وبيقفل الباب بلزقه وبيرش ايديه على الارض علشان يشوف هو بيصحى وهو نايم يمشي ولا لا. والجعران اللي ستيفن بيلاقيه في جيبه ده بيكون سبب نقله كبيره جدا في حياته اللي كان فيها انفصام في الشخصيه. يوم ستيفن بينام بيلاقي نفسه راح لمدينه تانية وسط زرع وما بيكونش عارف مين اللي وداه هناك كده، وبيكون على طول في صوت في دماغه بيكلمه بيقول له اعمل كذا واعمل كذا وما تعملش كذا. ستيفن بيتفاجئ بيلاقي ان في ناس بتجري وراه وبيضربوه بالنار وهو ما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل ده. لكن لما بيروح وسط التجمع من الناس بيلاقي ان في واحد ايده عليها ميزان وبيوزن الناس بقلوبها وبمشاعرها زي الميزان الفرعوني زمان لما كانوا بياخدوا القلب وبيحطوا قدامه ريشه، واللي بيبقى كفته رجحت هو اللي بيعيش او بيدخل الجنه، يعني زي ما احنا عارفين. طبعا ده كله اساطير فرعونيه قديمه. ستيفن بيتفاجئ ان الناس دي بتدور على الجعران اللي في ايد ستيفن لما بيكون بيديهم الجعران ده بيلاقي ان في حاجه بتتحكم في ايده وبتاخد الحاجه دي من ايده. ستيفن بيكون فاقد السيطره على نفسه خالص، وبيكون كأن في شخص تاني بيتحكم فيه جوه عقله. ستيفن كل ما يقع في موقف وحش او موقف صعب بيلاقي ان هو راح فقد الوعي، وبيفوق من الوعي يلاقي الناس اللي حواليه مضروبه او الناس اللي حواليه ميته او هو في مكان تاني. طبعا بسبب انفصام الشخصيه اللي عنده، واللي ما كانش انفصام شخصي عادي، كان انفصام في شخصيه قويه وخارقه للطبيعه. وزي ما شفنا في الانفصام في الشخصيه الخارقه للطبيعه دي ان ستيفن كان في مطارده على جبل وكل العصابه دي بتجري وراه، وستيفن كل شويه يروح يفقد الوعي ويلاقي نفس الناس اللي حواليه ماتت. بيكون ستيفن مستغرب في الاول، والموضوع ده بيكون مؤثر على شخصيته جدا لحد ما ستيفن بيفوق من اللي هو فيه ده كله وبيطلع كان بيحلم اصلا. طبعا احلام ستيفن دي كلها حقيقيه، لكن ده بسبب انفصام الشخصيه اللي عنده. بيروح ستيفن الشغل، وطول ما رايح الشغل بيلاقي ان في شخص عامل زي الفرعون القديم، او هو اصلا اله فرعوني بيطارد ستيفن. وستيفن ما بيكونش عارف ان الاله الفرعوني ده عايز مصلحته اصلا. بيكون ستيفن خايف من اللي هيحصل له، وبيكون كل شويه يحصل مطارده ما بينه وما بين الاله الفرعوني القديم ده، والاله ده هو ايمت. الحلقه كان فيها شويه لمسات مرعبه، واللي كان مديلك الانطباع ده هو الكادرات التصويريه والموسيقى التصويريه. كانت بتحسسك ان انت في فيلم رعب كده في بعض الاوقات في الحلقه دي. والحلقه ما كانش
فيها ملل اطلاقا. يعني مثلا مشهد الاسانسير وان ستيفن خارج من الاوضه وبيركب الاسانسير وسط الاضاءات اللي عماله تقيل وتطفي، ووسط ان الفرعون او الاله ده جاي بيقرب عليه عشان يديله طاقه من عنده. المشهد ده كان مرعب لابعد الحدود، وهو مش مرعب اللي هو الرعب اللي تكون فاكر ان ده رعب، لا هو اثاره نفسيه. ستيفن بيروح المتحف علشان يكمل شغله، لكن بيتفاجئ ان العصابه اللي كان شايفها في الحلم بتاعه موجوده في المتحف وبتدور على ستيفن. ولما الراجل اللي هو على ايده الميزان بتاع ايمت يشوف ايد ستيفن، بيلاقي ان ستيفن جواه تراب شخصيه كبير جدا، فبيسيب ستيفن يجري وستيفن بيكمل شغله لحد بالليل لوحده، طبعا بسبب ان ستيفن اصلا بوظ علاقاته العاطفيه اللي كان هو مرتبها ليوم الجمعه. ولما راح في الحلم ده عدى يومين، ستيفن لما رجع من الحلم ده لقى حاجات في بيته متحركه من مكانها، والحاجات اللي متحركه من مكانها دي لما دور وراها لقى ان في تليفون مستخبي في الحيطه بتاعته، ولما يبص في التليفون لقى ان كان في مكالمات لمده شهر فاتت كلها فايته، يعني ما حدش بيرد عليها وما كانش عارف مين صاحب التليفون ده. ولما رد على التليفون دوت لقى ان واحده اسمها ليلى بتتكلم وتقول له ايه يا مايكل انت قلقتني عليه. من هنا بنعرف ان كان في شخص اسمه مايكل، هو نفس الشخص اللي ستيفن احنا شايفينه ده، هو نفس الانفصام في الشخصيه اللي عند ستيفن ده هو اللي عند مايكل، ومايكل نفس النسخه بتاعه ستيفن بالظبط. يعني من الاخر عشان ما تتلخبطش، ستيفن ومايكل هم شخص واحد، لكن شويه ستيفن بيعيش بحياته ومايكل بيعيش بحياته، لكن مايكل هو اللي عنده القوه الخارقه ودي اللي بتسيطر على ستيفن، لكن كان عايز امر من ستيفن اللي هو يسيطر على الموضوع. وده اللي شفناه في اخر الحلقه لما ستيفن كان قاعد لوحده في المتحف بالليل ولاحظ حاجه غريبه في المتحف بتحصل. الحاجه الغريبه دي لما ستيفن راح لقى ان في وحش فرعوني قديم طالع من الحيطه وبيتحول علشان يموت ستيفن حاول يهرب من الوحش ده، ولما هرب منه دخل حمامات المتحف لقى ان نفس الصوت اللي بيكلمه في عقله بيكلم ستيفن برضه وهو في الحمام. لما بص في المرايه لقى ان نفسه بيكلم نفسه بيقول له اديني الفرصه او اسمح لي ان انا اساعدنا كلنا. وبعد محاولات من مايكل لستيفن بيوافق ان مايكل يسيطر على ستيفن ويساعدوا بعض هما الاثنين. وستيفن بيهجم عليه الوحش، لكن بنشوف ان ستيفن فقد الوعي كالعاده. بعد ما ستيفن بيفقد الوعي الكادر بيجيب لنا ان الوحش بينضرب وبيموت، وبنلاحظ ان شخصيه مون نايت ظهرت اخيرا، وبكده يكون اتحد شخصيتين ستيفن ومايكل مع بعض. بيكون ستيفن ما بقاش عنده انفصام في الشخصيه، وبيكون مايكل مسيطر على ستيفن وستيفن مسيطر على مايكل، الاثنين في شخص واحد. انطباع عن الحلقه، هي حلقه ممتازه لابعد الحدود بنسبه 95% بسبب استر اسحاق اللي انا قلت لك عليه الجوكر مارفل، وبسبب الموسيقى التصويريه لهشام نزيه، والكادرات الخرافيه جدا 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 لمحمد دياب. لولا الكادرات ولولا الاداء ولولا الموسيقى التصويريه الحلقه ما كانتش هتطلع بالاداء المتميز ده. وبصراحه شابوه للثلاثه دول في الحلقه الاولى. تقييم الحلقه الاولى هو 9.5 من 10 بسبب الاثاره اللي كانت في الحلقه والتشويق اللي كان في الحلقه، الموسيقى التصويريه اللي كانت في الحلقه والاخراج اللي كان في الحلقه واداء الممثل البطل بتاع المسلسل. بجد شابوه مارفل على المسلسل الجامد جدا اللي نزل منه الحلقه الاولى لحد دلوقتي. انطباعي عن الحلقه الاولى زي ما قلت لك ممتاز جدا. لو انت تتفرج على الحلقه الاولى فهي 45 دقيقه مش هتحس بيهم ابدا. المسلسل بيتكون من 6 حلقات بتنزل حلقه كل اسبوع، كل يوم 4 الساعه 10 الصبح. يعني ممكن تكون العيب الوحيد في الحلقه دي او في المسلسل كله ان هو ما نزلش 6 حلقات على بعض، والله ما نزلش 6 حلقات على بعض، يا ريت كان نزل 6 حلقات على بعض، لأقل الواحد كان خدهم كلهم في قعده واحده كده واستمتع بالعظمه على بعض. اتمنى ان ال5 حلقات الجايين يكونوا في نفس مقدار عظمه الحلقه الاولى. وبصراحه المسلسل ده لو ال5 حلقات الجايين مشوا بنفس تناسق تسلسل الاحداث بتاع الحلقه الاولى وعظمتها، لا بجد هيكون المسلسل ده لحد دلوقتي من احسن المسلسلات اللي نزلت في السنه دي. شابوه هشام نزيه، شابوه محمد دياب، شابوه استر اسحاق، شابوه مارفل. بس كده قبل ما نجي ده يكون ملخص ومراجعه بسيطه للحلقه الاولى من مسلسل مون نايت. ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تكتب لي كومنت تقول لي فيه ايه الاداء اللي عجبك في الحلقه دي، اعمل لايك وتشترك في القناه لو انت اول مره شفنا على اليوتيوب، وما تنساش تفعل الجرس علشان تشوف كل الحلقات الجايه الجديده، ولو انت هتشوف الحلقات اللي فاتت ارجع شوف الحلقات اللي فاتت. وما تنساش تبارك لي على ده اللي انا خدته امبارح وطلعت حلقه تقدر تشوفها الحلقه اللي فاتت، ده اغلى حاجه جت لي في حياتي لحد دلوقتي وبسببكم. انتظروا في الحلقات الجايه قبل ما نجيه، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. هتوحشوني جدا. السلام عليكم.